اللهم يا رب أعنا على ضعف أنفسنا وقونا على حملها إلى الطريق الذي يرضيك عنا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. وهنبدأ بقى الفيديو ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا انا جايبالكم فيديو مهم جدا جدا. خدوا بالكم البوتاجاز ده بقاله فترة طويلة جدا ما اتغسلش، وغير ان انا كمان بقالي كتير جدا ما دخلتش البيت ولسه راجعة بيتي. يا دوبك عملت معاكم الفيديو اللي انا نزلته لكم، اللي هو الفيديو اللي فات ده على طول. كنت منزله ازاي غيرت الجزء بتاع المطبخ ده ومسحت الدهون وشلت كل حاجه، وبعد كده دخلت على البوتاجاز. الجزء ده بقى عايزه اقول لكم رهيب، وغلطت فيه غلطه كبيره جدا. بس عايزه قبل ما ابدا بقى عايزه اشكر كل حد دخل قناتي واشترك في قناتي. بجد بشكركم وانتوا على راسي. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم، ونكبر كده دايما. انا فرحانه جدا جدا بال146 مشترك، ويا رب كده يزيدوا اكتر واكتر، وفرحانه بكل تعليق اتكتب لي. بحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا يا رب ما تحرمش منكم، كل سنه وانتم طيبين. المهم بقى دلوقتي رحت، اول حاجه عملتها غلطت غلطه كبيره جدا. ما كنتش متخيله ان دي غلطه، يعني بص بوظت بوتاجازي او حرقته بمعنى اصح. الاول هو فيه مليان دهون بالشكل ده، ودهون كتير جدا جدا، ودهون عنيده، يعني صعب قوي انها تتشال. المهم عملت ايه انا؟ جبت فلاش، والفلاش ده اساسا بتاع الارضيات، يعني صعب ما ينفعش ان هو يتحط على البوتاجازات خالص. اي حاجه فيها صاج كده اللي هو السلستين ده بيبوظه وبيحرقه. اللي انا عملته ان انا جبت الباور الاول ورشيت على البوتاجاز، وبعد ما رشيت عليه رحت قلت ايه، طب ما احط كمان فلاش خليه ايه، يسيح بقى خالص الدهون وتنضف وينضف البوتاجاز. المهم اتصدمت صدمة كبيرة جدا، والله العظيم صدمتي مش في الدهون. الدهون اهو الواحد يقعد يعافر معاها لحد ما تطلع، لكن صدمتي في البوتاجاز نفسه. البوتاجاز باظ، البوتاجاز اتحرق. فبقيت مش عارفه اعمل ايه. يا رب طب انا هشيل الدهون والبوتاجاز باظ خالص كده، بقى مبقع وبقى محروق بقى، مش عارفه يعني بجد ما بقيتش عارفه للموضوع ده حل. المهم طبعا قلت ايه، خلاص يا بنتي ايه كملي. ورحت حطيت العيون بقى ديت، رحت حطيتها كده في طبق وهسيبها بقى كده على جنب. وقلت ايه، طيب انا لازم ادور على وصفه كويسه عشان تشيل لي كل الدهون ديت. المهم لقيت لكم وصفه حلوه جدا جدا جدا. هي عجبتني، هي بتشيل الدهون بصراحه، بس برضو في معافره وفي جهد. لازم بصوا، مفيش حاجه بتطلع كده بسرعه من غير ما تعملوا فيها مجهود. تمام. انا هنا هوت ابتديت اشغل كده السكينه كده، وابتدي اشيل اللي هي الحاجات الناشفه دي، لان سبت البوتاجاز شويه طبعا مع الفلاش اللي حرق لي البوتاجاز والباور. ولما نشفوا كده ابتديت اعمل كده بالسكينه، بقى يطلع معايا بسرعه جدا. طبعا تعالوا بقى هنا بقى ايه، هقول لكم الوصفه اللي عملتها. حطيت كوبايه ميه، وحطيت فيها معلقتين نشا، تمام، وحطيتهم في الطبق اللي هو الايه، اي طبق كده عندك مش محتاجاه او محتاجاه عادي يعني كده كده دي مواد بتنضف، يعني مفيش مشكله. المهم ده كان طبق عندي مش عايزاه، فحطيت فيه كوبايه ميه وفيه معلقتين نشا، وكمان حطيت نص كوبايه ميه، وحطيت تاني برضو، وحطيت معلقتين من ال اللهم صل على النبي، اسمه ايه، البطاطس. تمام. لان انا اول مره استعمل البطاطس كنت خايفه منه جدا بصراحه، فروحت لابسه كده الجوانتي لاني بخاف لحسن ايديا تتحرق ولا يحصل لها اي حاجه. فحطيت معلقتين البطاطس، وحطيت كمان معلقه ملح ليمون. المهم لما حطيتهم كده على الميه اللي بالنشا، قلبت كده لقيتهم ايه، تقال شويه. ابتديت اقلب كده عشان يفك كده شويه، وبعد كده رحت جايبه نص لتر كده من الصابون السائل. تمام. وحطيته كده وقلبته كويس قوي، وظبطت كده الجوانت كده في ايديا، لاني كنت خايفه جدا ومرعوبه من الخلطه دي، لانه بيقولوا عليها قويه جدا بتشيل اي دهون. هي حلوه جدا فعلا، بس برضو عايزه مجهود، يعني برضو عايزه دعك وكده عشان خاطر كل حاجه تتشال على طول. المهم قلت ايه، هحط كده شويه وهسيبها.
طبعا اللي عمل الفيديو قبل كده ونزل الوصفة ديت كان حاطط كده بس الوصفة دي على الدهون بالشكل ده وسابها، وبعد كده رجع حط ايده كده وطلع الدهون. طبعا انا عملت الوصفة بالظبط بس يعني حطيت ايدي كده لقيت برضو لسه الدهون ماسكة كده شوية، بس لما عملتها بالسلكة ابتدى يتشيل معايا بصراحة. هي الوصفة حلوة بس عايزاكم بس ايه تسيبوها شوية، لكن ان انتوا تشتغلوا فيها على طول لا طبعا يعني. لكن اللي عرض الفيديو واللي نزل الفيديو دوت بالوصفة قال مجرد ما تحطوه تشتغلوا فيه على طول. تمام. طبعا البطاطس لما بتحطوه في المية كده بيسخن معاكم جامد، فبتحطوه على طول في المية. انا كنت خايفة جدا من البطاطس لما سخن في الكوباية بصراحة، قلت الكوباية هتفرقع ولا ايه. انا اول مره استخدم البوتاص بصراحه في الحاجات اللي زي كده، قلت لا ده انا بوتاجازي اليوم ده خلاص عليه العوض. الفلاش بوظه وربنا يستر بقى مع البوتاص. بس البوتاص بصراحه بصوا شايفين هو كل ده لسه ما طلعش. قلت بقى اما اجيب بقى الشفاط بتاعي اللي هو ايه كنت هرميه، والله العظيم كنت هرميه من كتر الدهون اللي عليه. وقلت بقى ايه شكله كده مهما عملت فيه مفيش فايده. المهم حطيت فيه الوصفه دي، شايفين دعكته كده دهنته كده جامد بالوصفة دي، وجبت بقى السلكة وسبته بقى كده على جنب لما ايه يشتغل شوية معاه. رحت جايبة بقى السلكة كده اللي هي الناشفة دي، اللي هي سلكة على بعضها دي، مش السلك اللي هو الناعم، لا السلكة اللي هي الألمونيوم دي. وابتديت بقى ادعك لانها ناشفة شوية، وابتديت ادعك لقيته بقى بيطلع معايا. بصوا حسيت ان البوتاجاز اسود من كتر الدهون اللي طلعت، مش اسود من حاجة، لا هو من كتر الدهون البوتاجاز بقى مجرد طين، بقى عامل زي الطين والله العظيم. بصوا يعني البوتاجاز تحس كده انه بقاله سنين طويلة ما اتحطش ما اتغسلش ما نضيفش. وفعلا هو من يوم ما انا سبت البيت البوتاجاز ده واضح جدا انه ما اتمسحش حتى مسحة واحدة. فيلا الحمد لله. هرجعه تاني جديد بإذن الله. والمهم قعدت فضلت ادعك فيه كده الدعكة دي كلها زي ما انتوا شايفين، وادعك جامد والله العظيم. تاني تعبت يعني ايديا وجعتني من كتر الدعك، بس برضو ايه انا قلت يعني يا انا يا هو مهما يعني هتعب شوية بس في الاخر هلاقي نتيجة كويسة ومرضية يعني. الحمد لله. المهم فضلت ادعك فيه زي ما انتوا شايفين، وجبت بقى بعد كده الحتة بقى عشان ايه اشيل كل الكلام ده كله اهو، عشان اشوف شكله بس لان فعلا ملامحه ومعالمه اختفت. او شايفين يعني الشال بصراحة جزء كبير من الدهون. هبتدي بقى ايه ادعكه تاني برضو بالسلكة وهشوف اخرتها ايه. فضلت بقى كده زي ما انتوا شايفين حطيت الوصفة تاني، بس قلت ايه لا بلاش احط الوصفة خليني احط بس كوباية مية عليها معلقة بوتاص بس وهشوف هيعمل ايه. المهم حطيت معلقة كوباية كده وفيها معلقة بوتاص. سخن كده جامد، رحت حطيته ايه على البوتاجاز. ابتدى بقى يشيل معايا من غير بقى ايه لا صابون ولا الكلام ده كله، ابتدى يطلع معايا. بس برضو مش عايزه انكر برضو ان الوصفه جامده جدا، وهو المفعول كله بسبب البوتاص بصراحه. تحس ان هو ميه نار بينضف جامد جدا وبيخلي البوتاجاز زي الفل. انا قلت هنضف البوتاجاز كويس وبعد كده هشوف لي حل الموضوع الحرق اللي حصل للبوتاجاز، اللي هو ايه تغيير اللون، لان بقى لون ولون الصاج نفسه بقى لون ولون، بقى عامل زي المبقع. وفضلت بقى اشيل الاستيكر اللي ملزوق على البوتاجاز على باب البوتاجاز. بصراحة تعبني جدا مش عايز يتشال، لازق كده لازقة بقاله سنين طويلة مش عايز يتشال ابدا. حاولت معاه بصراحة بكل الطرق، مع اني غسلته كويس، غسلت الازاز كويس واتغسل معايا ومفيش اي مشكلة خالص، بس المشكلة في الاستيكر ده مش عارفة اشيله. فلو عارفين طريقة اقدر اشيل بيه الاستيكر ده يا ريت تقولولي، مش عارفة اعمل ايه. سمعت ان لو كبيت عليه مية سخنة ان هو هيتشال، كبيت عليه مية سخنة وكبيت عليه بطاس بس مش عايز يتشال معايا. مش عارفة اعمل ايه بصراحة، حد يقول لي طريقة تانية اقدر اشيله بيها بكل سهولة. مش عارفة. أنا حاولت على قد ما اقدر ما شلتش غير الجزء اللي انتوا شايفينه ده. وفضلت بقى اشتغل على البوتاجاز تاني. رجعت تاني بقى ايه اي مكان فيه دهون بقيت كده احكه كده بالمعلقة عشان يطلع معايا في اجزاء كده داخله كده لجوه. قلت اعملها كده اجربها بالمعلقة، لقيتها بتطلع معايا بكل سهولة، لان مع الدعك مش عايزة تطلع، بالمعلقة بتطلع معايا شايفين. المهم فضلت ادعك كده بقى يطلع كده معايا. وبقى خلاص يعتبر كده بقى ايه عايز غسلة.
وخلاص على كده. يعني هو عايز غسله كمان وخلاص. مجرد ما انا شلت منه الدهون ديت كده بالمعلقه، خلاص كده يعتبر معايا نضيف. اهو هبتدي بقى اشيل الكلام ده كله بالحته كده اهو. شايفين كل الحاجات اللي هي السودة، الدهون اللي هي تعتبر مش دهون، يعني حاجات كده متحجرة، شلتها كده بالمعلقة اتشالت معايا. تمام، شايفين اهو نضف، ما بقاش فيه اي حاجة. قلت بقى ايه، اديله تصبينة بقى كده اهو، تصبينة كده اخيرة، عشان احس بقى ايه ان هو خلاص بقى نضف. بعد ما عملته بالمعلقة اديته بقى كمان ايه تصبينة كمان كده، وصبنته كده وخليته زي الفل. وبعد كده بقى همسح بقى الكلام ده كله. بس ايه، لو شفت بقى اي حتة فيها دهون اشتغل عليها تطلع معايا. هو تعبني شوية بس الحمد لله يعني تمام. المهم بقى لقيت لكم الحل اللي بصراحة انبهرت فيه، وكنت فرحانة جدا جدا لان البوتاجاز بتاعي رجع جديد زي ما كان. تمام. عارفين الصنفرة اللي هي بنصنفر بيها الحيطان وكده. بصوا بقى، او الخشب والكلام ده كله. بتجيبوا الصنفرة من الموان، ماشي، اللي هو اللي بيبيع البوية والادوات دي. بتقولوا له عايزين صنفرة 600. بس انا كان عندي اصلا في البيت صنفرة بس رقم 220. ما تعملوش زي يعني واي صنفرة والسلام، لا. الصنفرة لازم تكون ناعمة ورقم 600 عشان تكون ناعمة قوي. تمام. رقم 600، وبأكد ان هي رقم 600. انا بعمل دلوقتي باللي هي 220، و220 دي غلط لان هي بتخلي لك البوتاجاز يلمع جدا، وكمان ممكن يشلك المادة اللي هي السلستين دي اصلا. فخدوا بالكم من النقطة دي، لان كنت بدوس جامد بالصنفرة. المهم شايفين ابتدى يلمع ازاي، وابتدى يرجع تاني لونه زي ما كان، وابتدت البقع اللي كانت فيه تتشال. الحمد لله. بصراحة كنت فرحانة جدا، وكنت بقول ايه ده سحر. لا، كنت فرحانة وكنت سعيدة جدا وناديت البيت كله تعالوا اتفرجوا، بصوا البوتاجاز رجع يلمع تاني ازاي. بصوا شايفين، كنت فرحانة جدا جدا. عايزاكم بقى لو عندكم البوتاجاز فيه بقع ولا حاجة من المواد الكاوية اللي بنغسل بيها البوتاجازات، فخدوا بالكم من النقطة ديت. لو حبيتوا ترجعوه جديد تاني اعملوه بالصنفرة رقم 600. تمام. بوتاجازي رجع تاني جديد الحمد لله، ورجع تاني يلمع زي الأول. دلوقتي بقى دخلت بقى على عيون البوتاجاز اللي هي محروقة حرق السنين. عيون البوتاجاز دي مش عارفة اعمل فيها ايه. المهم بقى رحت ايه، بسلكة كده عادية، السلك اللي هو سلك المواعين العادي، مش اللي هي الناشفة دي، لا مش السلستين. واي حتة ناشفة كده بقيت اعملها كده بالسكينة عشان تطلع معايا. تمام. وخلصتها خلاص. رجعت بقى كل حاجة رجعت جديدة تاني. بس بصوا، ده اللون اللي في العين ده بسبب الفلاش، واخدين بالكم؟ لكن التاني ده ما كانش مرشوش عليه فلاش، عشان كده كان طالع كان زي ما هو، ما حصلوش اي حاجة. شايفين العيون اللي هي سليمة دي ما فيها، ما جاش عليها فلاش خالص. لكن اللي جه عليه فلاش تلاقيه كده مبقع، لكن مش عليه دهون ولا اي حاجه. وغسلت كمان الشفاط رجع زي الفل اهو، ومن غير اي تعب الحمد لله. عايزه اقول لكم ان الشفاط بقى انا كنت حاسه ان هو مش هيتغسل ابدا والله لو عملت ايه. بس الحمد لله طلع معايا بسرعه ونضف معايا بسرعه من غير تعب ولا اي حاجه. الحمد لله. يعني دي كانت اكبر هم على قلبي، واكبر هم على قلبي برضو كان اللي هو البقعه اللي كانت في البوتاجاز. وخلاص انتهت الحمد لله وراحت لحالها، ودلوقتي البوتاجاز رجع بقى احسن من الاول. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، ومتنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو كده. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.